اليوم قعدتنا عن الأكل. كلنا نحب نطلب ونختار ونجرب كل يوم، وأنا شخص من كثر ما اختار واجرب كل يوم ضعت. لكن عندي دليلي في الأكل خليفة. طبعا اليوم بنتكلم عن مجال الأكل والأكل واختيار الأكل وشلون نقيم الأكل، بعد كل شيء تبون تعرفونه عن الأكل. طبعا اليوم معنا خليفة. شلونك خليفة؟ يا مرحبا اخوي عساك سعد، طيب؟ نورتنا وانا اللي نورتكم اي اساسا. كل واحد مكان مكانك. وبالعكس انا جدا سعيد اليوم اني اكون معاكم في بودكاستكم، حياك الله. وجدا اتشرف الصراحه. خليفة أنت متخصص في الأكل. صح. طبعا خليفة شخص لا تجارب في الأكل، من ناحية أنه فتح أشياء وجرب، وأنا شفت هذه الأشياء. نعم صح. خليفة خلينا نبتدي مع الكوفي شوبات. الكوفي شوب، واحد بيفتح كوفي شوب سبيشاليتي ولا عادي؟ أول شيء شلون الواحد يقرر او يشوف انه هو فعلا يصلح له يفتح هاي البزنس؟ اوكي، هو مبدئيا اول شيء طبعا الكل يعرف انه لازم يكون في شيء اسمه دراسه. دراسة جدوى. طبعا بدون دراسه الجدول انت كذي ضيعت وقتك وضيعت فلوسك، وانا اقول لك لا تفتح من البدايه. حلو. وفي امور صارت لي انا شخصيا، خلينا نقول اخطاء وتعلمت منها، والحمد لله يعني انا قد فتحت كافيين ومطعم، والحمد لله الامور كانت ماشيه. ولكن خلينا نقول مجالي في الكافيات اكثر من المطاعم. عرفت من عن تجربة. اي نعم. اي بس اذا الواحد نجح في الكوفيات، خلينا نقول نجح انه كان على سبيل المثال المنيو مثلا الناس حبت الشيء اللي موجود فيه. الاكل نفس الشيء، نفس الشخص اللي بيختار في المطاعم. هو الفكره مو في الاختيار، الفكره في انت شنو حبيت اكثر. ساعات سبحان الله الشخص يقول لك ان انا هاوي اكل اكثر من المشروبات خلينا نقول، ولكن لما يفتح او يتعمق في موضوع الكافيات تشوفه لا والله يقول لا انا طلع موضوعي انا مع المطاعم غير. المطاعم مثلا صعوبة فيها كسبلايرز كلحوم. كاوبريشن بشكل عام. الاوبريشن جدا صعب جدا. الكوفيات اخف. الكافيات اخف واسهل. ولكن مثل ما قلت المطاعم عندك الاوبريشن جدا صعب، يحتاج خلينا نقول اكثر من نص يومك يكون معاهم. الفاست فود ولا الداين ان؟ والله الاثنين، الاثنين. كتجربة شخصية الاثنين. بس الفاست فود انا اللي اعرفه، انا خبرتي اكثر مش في الاف ام بي. نعم الفاست فود كانه من سبلايرز مختلفين، كذا مورد، كانه نظام تجميعي يعني خلينا نقول. غير عن الداين ان، الاكل احيانا يكون لازم فريش جاي، واذا ما استخدمته في الحال صحيح. باخسر في اليوم. يفرق يعني. هو يفرق معك صحيح، بس غالبا حاليا المطاعم صارت تحاول ان خلينا نقول ان يعني يقربون السبلاير او يكون نفس السبلاير لعدة مطاعم، او اغلب المطاعم صارت خلينا نقول سبلاير واحد نفسه يكون. بس خلينا نقول ما في تنوع بعدين هو ما في بين تنوع. بين المطاعم. للأمانة هاي اللي حاليا قاعد يصير. انت تشوف مطاعم مثلا برجر، إيه. بس صعب انك تلقى فرق. لأن نفس السبلاير. غالبا نفس السبلاير. وللأمانة يعني اللي أنا قاعد أشوفه الحين الموضوع كله إن أنا أبي أفتح مطعم. ليش تبي تفتح ما يدري. لا مش ما يدري. الله يسلمك. لما الناس تجينا حق الاستشارات في جريد اي، هذا شيء بديت اسويه متأخر يعني مش من زمان. ان الشخص لازم يعرف، وانبه الشخص قبل ما يفتح اي مشروع، انت تفرق انت رائد اعمال ولا رجل اعمال. صحيح. يعني هل انت بتفتح شيء من فكرة جديدة، وفكرة كونسبت جديد، ما ادري ايش، اختيار جديد، والربح يمكن ما يجيك. يعني هو ممكن الشخص هذا اللي تقول عنه انه هو فتح حاليا وما يعرف ليش فتح، ويبي يمكن يزيد دخله. نعم صحيح. يشوف قصة نجاح، يشوف مطعم موجود عليه زحمة، ويتوقع راعي المطعم هذه حاليا دخله عالي ومرتاح في حياته، بيتقاعد من الشغل.
ما يدري انه ممكن الشخص ضايع في الاوبريشن وفي الامور الماليه وهذه، فرائد الاعمال عنده صبر. صح. رائد الاعمال يصبر. صحيح. في ناس يفتحون مشاريع بالسنين على فكره ولا يطلع له ربح. نعم. اما اللي يكون يحب التجاره فقط ولا هاي ممكن ياخذ له بيت ياجره، ممكن اشياء ما فيها ريسك ما فيها مخاطر على طول يطلع ربح. اي صحيح. بس هو مثل ما تفضلت بالنسبة حق الناس اللي مثلا همها أو فكرتها إنها تفتح مشروع عشان الربح. الحين أنا بتكلم عن نفسي كأول مشروع لي كوفي شوب. كوفي شوب اوكي. أوكي. لله الحمد من أقوى الأسامي كانت، بس أنا مو بحاب أذكر الاسم. انا كنت من اكثر الناس اللي تطلب أي نعم من صحيح. هالكوفي. صحيح. طبعا خليفه ما يبي يذكر، أي. خلاص شيء فتح وسكر. أي. على فكره هاي شيء عادي، طبعا. انك تفتح شيء وتسكره في مجال الرياده ولا مجال التجاره، شيء عادي. طبعا يعني أنا كانت فكرتي خلينا نقول ما كنت أدري أنا رائد أعمال ولا شنو، ما كنت أعرف الفكرة، بس الهدف اللي كان عندي إن أنا أبي أفتح مشروع، وكنت أحب خلينا نقول الأكل بشكل عام. كنا نحب الاكل. إيه. فهاي كانت فكرتي، أبي أوصل شيء، أبي أوصل براند قطري. يعني أنا ما أحب أجيب شيء خلينا نقول فرانشايز. يعني أنا دائما أقول يعني أنا تحس بمتعه انك تفتح شيء جديد، بالضبط. كونسبت جديد. بالضبط. إيه أنت عندك كذي خلينا نقول عندك باب مفتوح لك، أنت تسوي فيه اللي تبي، مو بلازم تجيب لك شيء جاهز. وأنا يعني مع احترامي لكل الناس ما أفضل الفرنشايز. فكان أول مشروع لي كوفي شوب. طبعا حبيت أمسي على شركائي لأنهم كانوا السبب الرئيسي أن نفتح المشروع. والحمد لله البراندنج من خلينا نقول من A to Z كانت كلها أفكارنا، يعني كل شيء. والحمد لله الاسم طلع وتعلمنا. كانت فكرتي أن أبي مدخول ثاني غير الوظيفة. هي مدخول مثل ما قلنا، كان الدخل يكون لك دخل ثابت ثاني. بالضبط. اي. فبعد فترة لا، تفكيري تغير، لأن أنت تدري البزنس فوق وتحت، تدري ربح خسارة. صح. فلله الحمد لين ما سكرت ما كان في خسارة، ولكن صرت أشوف البزنس بشكل ثاني بعد البزنس الأول. ايجابي ولا سلبي؟ إيجابي. ليش؟ لأن صرت أتعلم منه. صار تفكيري لا، أنا بفتح شيء ثاني عشان أتعلم مو عشان الربح. يعني الفكرة تماما تغيرت. خليفة، لما فتحت الكوفي شوب الأول شلون كانت تجربتك؟ يعني مثلا ما عندك خبرة في السبلايرز، إيه. ما عندك خبرة في البراندنج، خلي براندنج أنا السبلايرز. هل كنت أنت بس متذوق مثلا حق القهوة، خلينا نقول تحب القهوة؟ هو من الأساس أنا بديت كمشروع منزلي، يمكن هالشيء حتى أنت ما كنت تدري لا عنه. ما كنت أدري. بالضبط. إيه. فأنا كان عندي مشروع منزلي ثاني غير إي. إيه. هاي بدايتي شنو الأساسية. نوع الأكل؟ مو بأكل، كان بس كوفيات. حلو. أنا كنت أحب الكوفيات يعني من زمان. كيترينج ولا كان شلون؟ لا يعني بس كان على الطلب. لا بس تقدم القهوة نفسها ولا كان مثلا يعني شنو كان يعني أنا شخصيا عندي المنتج، يعني ايش كان منتجك؟ المنتج الله يسلمك كانت عندي ماكينة كوفي في البيت، وأنا قاعد أعابل في الريسبي وأجرب. وهذه الشيء اللي حسيت إنه ضبط مثلا أخلي الأهل ولا العيلة تجرب، إذا شفت يعني مثلا عجبهم وكذي أبتدي أقدم أضيفه في المنيو. لين ما سويت يعني منيو خفيف تقدر تقول. والحمد لله يعني كانت بداية حلوة، علمتني وايد أشياء عن الكوفي، ومنها أنا صرت أخذت كورس حتى في الكوفيات والكوفي بينز. في الدوحة؟ إي حتى يعني في اللاتيه آرت، من كثر ما كنت أحب الموضوع دخلت هالموضوع. يعني كنت تقدر تقول تعمقت مع الباريستا، خلينا نقول في مجال الباريستا، وحبيت هالشيء. بالعكس هاي شيء وايد حلو بالنسبة لي. فمن بعدها خلينا نقول استفدنا أكثر شيء في موضوع الكوفيات. في البداية أول ما فتحنا أول مشروع كان الموضوع جدا سهل، وبحكم أن شركائي بعد كان عندهم مشروع كوفي أوريدي، فهاي سهل علينا. فمثل ما تقول عقب انتقلنا إلى مجال السويتات، وشوي شوي 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 صار شبه مطعم تقدر تقول. كوفي.
اي الكوفي كان نفسه. كوفي شبه إي. شبه كوفي. مم. وشلون لقيت السبلايرز؟ والله بداية كان الموضوع وايد صعب، لازم تدور، لازم تسأل، لازم ولازم ولازم. خلينا نقول مع الممارسة، مع انك تسأل فلان واللي عنده مطاعم من هالسوالف. والله يعني الشباب دائما الله يجزاهم خير ما يقصرون. أه خلاص يعني تقدر تقول هو صار شبه روتين في حياتك اساسا يعني، بحكم انه هو مشروعك. تضطر انك تديره حتى لو كان في مدير، حتى لو كان في من يكون، في الاخير هاي حلالك. إيه لازم تكون موجود. لازم. انت فتحت مع ربعك، شلون العلاقة كانت من ربع لين شركاء؟ يعني اتكلم من ناحية كل واحد يعطي رايه، يعطي قراره، يعطي هذا، شلون توافقون؟ يعني انا على خبرتي مع يعني مع ربعي يعني لين نفتح، في ناس فتحنا اتذكر بزنس معين، نشوف الدائرة تقل تقل تقل، ناس تدخل ناس تطلع، تعرف لين ما يكون الشيء عادي بعدين. إيه. شراكة هذا هل واجهت هالتحديات شوي؟ هو اكيد هاي شيء وارد، وانا ترى مع كلمة او مقولة في الشراكة بركة ترى. صحيح. اي. فبالعكس اختيار شريكك جدا مهم في حال انك بتفتح مشروع مع شريك. هاي يمكن بالنسبة لي هاي اهم من دراسة الجدول حتى. هاي رقم واحد عندي. نسميه اختيار الشريك المثالي. بالضبط. في شريك مثالي؟ لازم. وانا اقول لك تصير المشاكل جدا طبيعي ولازم بتصير، مستحيل يقول لك ما صارت ولا بتصير. ولكن انا اليوم كخليفة اقول لك اذا مستقبلا حبيت افتح شيء غير شركائي اللي كانوا موجودين، ما باخذ او ما بدخل معه. ليش؟ لان خلاص خذنا الثقة في بعض اول شيء. صار الاختيار سلس، تعرف تتصرف، سواء انا سافرت وهو موجود في الدوحة او العكس، واحد صار له ظرف، نعرف شلون نحل الموضوع. غير انك تروح تدخل مع شريك جديد وخلينا نقول هو ما عنده اي خلفية في البزنس. يعني هاي مع احترامي صار لي انا في مشروع من المشاريع. طبعا دخلت مع شريك خلينا نقول ما عنده اي خلفية في موضوع الكافيات او المطاعم، فصار اللود او الضغط كله كان علي انا. فبالعكس انا احترم رايه ووجوده وكل شيء، بس هالخطوة ما اتوقع ولا اعتقد ان برجع اسويها. بس تدري انا ضد ان الشريك يشتغل. يعني انا مثلا اشوف ان في مرحلة اي خلينا نقول بزنس ولا مشروع، ممكن بداية المشروع بعدها إذا تم الشغل على الشركة، يعني ممكن هاي المبدأ تشوفه برا مش عندنا. ليش؟ على طبيعة الحياة. إذا أنا عندي دوام الصبح، إذا أنا عندي هاي، يعني الفكرة أن مع الوقت خلينا نقول أول شهر أول شهرين، بس أنا أشوف مع الوقت إذا الشركة يتمون يشتغلون، بالنسبة لي هاي شيء يدمر المشروع هذا. يعني أنت أصلا حتى لما توصل بزنسك لمرحلة استثمار خلينا نقول، ترى ما يستثمرون في شخص عنده دوام الصبح. صحيح. فأنا بالنسبة لي إنه لا، أنا ضد أصلا الشريك يشتغل. أنا مش مع الشريك يشتغل أبدا. أنا مع إن نبني إن الشغل هذا. الشريك ممكن إن أنا مثلا كبداية مشروع، بعدها نحدد المسؤوليات. يعني إحنا نتكلم حلو أي مشروع يبتدي، بالذات إذا كان صديق أو حد من الأهل، يبتدي بعقد بيني وبينه. صحيح. ما يزعل إن في عقد أبداً. بيني وبين الشريك أبداً. اللي business أنا is كان. business. لا، فكرة إنه هو بدايته عقد، بس هو فعلا تفاهم على مدى طويل. كان عقد زواج إذا في أشياء معينة نبي نذكرها من البداية. فأنا العقد بيني وبين هذا الشخص في نقاط ما نحتاج نرجع لها، نقاط ممكن تسبب لنا مشاكل. صحيح. فأنا من البداية خلاص أحدد النقاط هذه في عقد. لا راح أخسر صديق،
ولا راح اخسر قريب مني حد من اهل من اهلي او شيء، لان خلاص احنا متفقين على هذه الاشياء. اذا الشخص وقع على شيء وبعدها غير كلامه هذا في مشكلة. فانا من البداية خلاص صحيح. عشان الادوار تكون واضحة، كل شيء يكون واضح بالنسبة لك. هو مثل ما تفضلت، أنا معك في كل اللي قلته، ولكن بالنسبة حق الشريك اللي مثل ما تفضلت وقلت إنه ممكن يغير كلامه عقب العقد، وهذه للأمانة أكثر من، خلينا نقول أكثر من 10 أشخاص يعني أعرفهم شخصيا دخلوا شراكة مع ناس غيروا كلام. وواجهوا هالمشكلة وسكروا لهالسبب. طبعا اذا ما تحس بالراحة انا ما احب اشارك اي حد. بالضبط. خلاص. زين شلون اول اوردر بالنسبة لك، اول نجاح يعني اول مثلا صنف انت حطيته في المنيو وشفت ان الطلبات تجي عليه، ايش كان شعورك؟ والله سويت شيء صح؟ سويت شيء. هو يومين ما نمت والله، يومين متواصلين فعليا فعليا. أنا من الصبح يعني من الصبح لين الصبح وانا فكر واقف. بالموضوع. ايوه، لا واقف هناك والله على راسي، واقف اشوف الوضع شلون. ولله الحمد قدرنا نثبت نفسنا في اسبوع واحد على ان شيء جديد. كانت الفكرة جديدة حتى في الدوحة. الحمد لله في اسبوع واحد اقدر اذكر الحين التفاصيل بالضبط. ولله الحمد من قوة الزحمة حتى المرور الله يجزاهم خير تدخلوا وقاموا يرتبون السيت، يعني صار. بس كان شعورك حلو. طبعا طبعا. آم، بعد ما انت دخلت هاي المجال، مجال الاكل وتعمقت مع موظفينك تشوف مثلا شلون يشتغلون، الحين عندك خبرة في المطاعم او في الاوبريشن. اذا طلبت من مطعم او شيء او شفت تصرف عامل في مطعم انت رايح تطلب منه خصوص النظافة بخصوص، هل هاي الشيء زاد عندك تدقق على هذه الامور؟ بشكل ما صرت تتوقعه. اصعب انا على طول تفرق بين لا ما انطر، على طول اكلم ابي الاونر، عطني الاونر دايركت، ما في. احسن لك تفتح شيء وتنشغل فيه يعني، بالضبط بتزعج الناس. بالضبط. لا بازعجهم، انا اقول لك من الحين بازعجهم. ومريت في مرحلة التسويق إيه. يعني من اكثر المشاكل بعد تجيني التسويق، صحيح. اللي انا اسميه المبيعات السلبية، بتكون معتمدة على الاعلانات مشهور او شيء، صحيح مبيعات في اللحظة بعدها توقف. صحيح. يعني المفروض هذه تكون مؤقتة بس عشان ابيع، مؤقت، نعم. بس هي مش اساس التسويق الصحيح. لا هي مو بأساسية، أنا حتى أشوف أنها مش أساسية. بس يمكن خلينا نقول يعني أنا مشروعي بدأ في 2018، وقتها كان الإعلان كان مهم بالنسبة لي في ذيك الحزة. الاعلام من مشهور. من مشهور. فإحنا خلينا نقول تقدر تقول إن جبنا العيد مبدئيا. خسرتوا اكثر من لا الحمد لله. الفكرة إن ما كنا جاهزين، يعني في ثالث يوم من الافتتاح جبنا إعلان. ايوه ما استحملتوا الطلبات. ما استحملنا الطلبات والشكاوي كانت وايد، ولكن الحمد لله قدرنا ان نعكس الموضوع الى ايجابي، انه يكون ايجابي. زدنا قد ما نقدر موظفين بارت تايم، اللي بارت تايم اللي من الشركات. طبعا مبدئيا كنا لا قاعدين ننزل والله الحمد مرة واحدة لا، لما تمكنوا وتعودوا الموظفين على الشغل لا الموضوع كله يختلف. وتقدر تقول سوينا إعلان يعني لأغلب المشاهير اللي كانوا موجودين. والحمد لله يعني مشى الموضوع يعني الحمد لله. الحمد لله. كانت الماتشة موجودة. شوف احنا كذي بنزعل الناس وايد. لا بس كانت موجودة. لا متى على خبرتك في القهاوي؟ يعني شوف انا مو بشرب ماتشا، اشرب ماتشا اوكي، بس يعني شو مشروب نسائي. والله شوف انا يعني على هالموضوع على هالطاري انا للحين مستغرب وحاب اسال يعني ليش هو مشروب نسائي بالضبط، وليش مشروب نسائي سوق يعني له شنو فكرته؟ اي ليش ترى انا عامله
انا شخصيا عامله معامله شاي اخضر. هو فعلا نفس زين، الشاي اخضر. انت بتشوف الشاي الاخضر شاي نسائي ولا رجالي؟ لا. بالضبط. يعني اوكي، خلينا نقول يمكن ان انضافت عليه نكهات ستروبري فرابتشينو. لا عادي، كل الناس هاي مو مش معناته لا نساء. يعني انا اشوف وجهة نظر ان الشباب صاروا يشوفونها كذي، انه هو منكه خلينا نقول، بس في الاخير ترى شاي. انا بس اشوف الايس تي والهذا كله منكه عادي. اي، بس هل اذا ما كان اسمه ماتشا مثلا، كان اسمه شيء كوفي او لاتيه، هل بيتغير لو منظورهم غيرنا له؟ الاسم اي، يمكن. انا اتوقع كذي بعد. أم، الحين انت سؤال، تشوف ان، يعني انا شخصيا الحين اشوف انه خلاص صار في انتشار حق هالشيء. يعني شوف ما شاء الله في كونسبتات وايد او كافيات وايد تفنن في الماتشا الحين. صحيح. في اماكن بس سيلر عندهم اي عادي. في كوفي بدون ذكر اسماء بس سيلر عند الماتشا. صحيح. ونفس الوقت احيانا لما شخص يفتح كونسبت كامل ماتشا ما يمشي. انا معك صحيح. اي لان صح. اشوفه شيء خلينا نقول ممكن الماتشا تكون صنف في المنيو مش. صحيح، انا معك في هالشيء، والضد فكرة انه تفتح كونسبت على ماتشا. ولكن بشكل عام يعني، اي ونقطة ثانية، الماتشا لو بتلاحظ، إذا ما ادري اذا انت تشربها ولا لا اساسا. الحين انا اللي اسالك لا تسالني. زين، اوكي، خلينا نفترض انك تشربها. نفترض. لو بتجربها في عدة اماكن بتلاحظ الطعم مختلف. هو لان اظن في الكواليتي اللي يقول لك السيلد ايوه بالضبط. ما اعرف شنو معناته الامانه، بس اعرف ان السيلد كتبت مره السيلد تكون ما ادري هو في الكواليتي يعني. هو الموضوع كله اي بالضبط. انا ما عندي وايد خلفيه عنه، بس نفس ما قلت هو الموضوع كواليتي. يعني في اللي بودر مثلا يكون في الجمعيه موجود، يبيع لك الكوفي شوب، يبيع لك بسعر الهاي كواليتي خلينا نقول، وطعمه حليب، ما تحس بطعم يعني. عرفت؟ هي مو فيها طعم اصلا. لا فيها. فيها بس مش اذا كان الكواليتي سيء يكون كأنه شيء زفر او اي بالضبط. في مثل ما يقولون بعض الناس حنه، طعم حنه. ما بالضبط. طعمت الحين. هم شكلهم جربوها. احتمال. آم، انا لاحظت انك تقيم الاكل. م. اي على أي اساس تقيم الاكل؟ يعني انا الحين رحت مطعم بقيم الاكل، شلون تقيم الاكل؟ شوف شيخ، بخصوص تقييم الأكل، خلينا نقول جات من فكرة بعد الكوفي شوب بديت أسوي برجر مثلا، أو سندويشات بشكل عام. فالسندويشات إحنا اللي كنا نسويها، إحنا اللي يعني الريسبي إحنا اللي كنا نسويه، كان في شيف يطبق فقط. عرفت؟ بس إنه تطبيق. ف ما أبالغ يوم أقول لك إن على البرجر يمكن قعدنا شهرين ثلاث عشان نضبطه، نضبطه. ايش تضبطون فيه؟ هو انت خلطة يعني انت تشوفها اي نشوفها سهلة. لا لحم اي وتحطه على الجريل. لا الموضوع مو كذي. موضوع جد طريقة الكبس تفرق. هل بتخليه زيادة بيحترق شوي الطعم بيفرق؟ هل بتخليه مثلا بتخليه البريس يكون اقل، ممكن تحصل طعم سفرة. فعلا في السماش برجر اتكلم كنوع برجر مو نعم. باسم مطعم. اي بالضبط. يكون اللحم زفر. هاي. ليش؟ هاي هو كله يعتمد على، لان الدهن اللي يطلع منه فعلا لازم تشيله كامل مع البريس. ففي ناس لا ما تضغط صح. تقييمك على التكنيك في الطبخ؟ حاليا بقول لك كل شيء، لان انا الحين خلاص جربت واخذت خبره. إيه؟ بركز على كل شيء. يعني بعد هاي كل اللي جربته ومطاعمك تسافر تحب اللي سافرت تشوف شيء جديد طبعا. تجربه تشوف هاي، يعني انت هاي الشيء عندك التذوق مهم اروح بس اجرب. اكيد وبشكل كبير بعد. هاي شيء جدا مهم بالنسبه لي. عطني شيء شفته ما شفته عندنا او ما شفته ما شفته اصلا خلينا نقول خليجيا، مش خليجية ما بندخل بالله، بس شيء ما شفته وايد في اماكن وايد. أه
والله شوف، هو غالبا يعني خلينا نقول الاشياء اللي جربتها نفس اللي حاليا موجودة في الدوحة. ما شاء عندنا الله تنوع صح؟ صارت، ما شاء الله توني بقول لك ان عندنا تنوع صار كبير، ما تعرف تجرب لهالدرجة يعني. ما شاء الله صار تنوع كبير، ولكن يمكن طريقة التحضير عندهم تختلف في أوروبا. هذا هو يعني، بس كشكل يعني قبل كنت تدور أو أو تقدر تقول إنه ليش ما عندنا هالشيء، ليش ما عندنا مثلا هالبرودكت. الحين ما شاء الله صرت تحصله بسهولة يعني في الدوحة، فصار الموضوع وايد سهل. مم. الحين خلنا شوي نبتعد عن الأكل. أنا أشوفك تنزل روايات مم. أو أشياء روائية، شو السالفة؟ الروايات يا طويل العمر أيوة. هي يعني خلينا نقول من الصغر موجودة، خصوصا الرعب. أنا من محبين الرعب بشكل ما تتوقعه. يمكن السبب اللي خلاني أتعمق في الرعب اللي هو كان خالي الله يرحمه. الله يرحمه. خالي كان يعني مهوس في الرعب. أخذت منه شيء؟ طبعا يعني أنا أول فيلم شفته كان اسمه ذا ايفل ديد، كان عمري 5 سنين. وهو يعني كان حاط بروجيكتور وسبيكر، تخيل يعني، تخيل شكلي وأنا قاعد قدام التلفزيون من الصدمة ما أتحرك نهائيا. فهو سبب لي خلينا نقول عقدة صغيرة في البداية. بعدها حاليا صرت أقول زين هسه نجاتك هالعقدة. إيه، لا صرت حاليا صرت أقول ليش ما ينزلون أفلام رعب؟ يعني أي فيلم رعب أدخله صرت أتملل. ما مش في رعب. إيه. تفكر تكتب روايات؟ إن شاء يعني الله، يكون عندك كتب؟ إن شاء الله بإذن الله. إيه، متى المعرض الجاي؟ بإذن الله، بإذن الله بكون في المعرض الجاي، وإن شاء الله أطلع شيء أو فكرة جديدة. لأن الأمانة آخر معرض رحته ما لقيت أي شيء يخص الرعب، هالشيء زعلني الصراحة. في دار النشر القطرية يعني، ولا بشكل عام يعني القطرية ولا كلهم بشكل عام يعني قعدت أدور، يمكن في شيء قليل. أتوقع في قبل شفت أنا إيه. بس أتوقع أكثر في كم دار أتوقع فيه. إيه يعني هو شيء بسيط، بس إن شاء الله أنا بوصل فكرة أو روايات بعضها حقيقية وبعضها يعني أنا مسويها. إن شاء الله بإذن الله. طبعا نورتنا، نوركم الله يسلمك. وإن شاء الله المرة الجاية نصور معاك وإحنا نجرب الأكل. بإذن الله، بإذن الله. تشرفنا فيكم والله يعطيكم الصحة والعافية، وعلى الطاقم الطيب ما قصرتوا والله يعطيكم العافية.